رسميا الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي. أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق الأحمر بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة. وكان كريم فؤاد قد خرج مصابا من مباراة فريقه ضد سموحة التي أقيمت يوم الخميس الماضي ضمن مؤجلات الجولة 24 لبطولة الدوري المصري الممتاز. ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات لأحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم، وقال فيها إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي. تعد إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي للركبة هي الثانية له خلال مسيرته مع النادي الأهلي، لكنها المرة الأولى في القدم اليمنى، حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لأول مرة مع الفريق الأحمر أمام بيراميدز في الموسم الماضي، لكنها كانت في القدم اليسرى. صاحب 24 عاما انتقل إلى النادي الأهلي في 1 سبتمبر 2021 قادما من نادي النجوم، ليتوج مع الفريق الأحمر ب9 ألقاب حتى الآن. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.